شيخنا أبي إبراهيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأنصاري حفظه الله في المستحبات ذكرنا السحور، قال ثانيا التمر في السحور، ثالثا تأخير السحور، رابعا التقليل من الطعام في السحور والإفطار. قال خامسا تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. قوله إذا تحقق غروب الشمس هذا هو المراد بالتعجيل كما يذكر ذلك أهل العلم. ليس المراد بالتعجيل أن يفطر الإنسان أو يفطر الإنسان قبل غروب الشمس، لأنه إذا أفطر قبل غروب الشمس فإن صيامه بطل وعليه بعد ذلك القضاء بلا خلاف بين أهل العلم. والتعجيل سنة، لا يجوز المسلم أن يؤخر الإفطار، بمجرد أن يتحقق غروب الشمس ويؤذن المؤذن يفطر الصائم، ولا يجوز له أن يتأخر، حرام. ويقول شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله قال وتعجيل الفطر سبب لإدراك الخيرية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحر. هذا الحديث نص في إثبات الخيرية لمن عجل الفطر، قد مر معنا الكلام على ذلك. قال سادسا الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد قال الشيخ حفظه الله تعالى تاسعا فبما تيسر من الحلال الطيب. الفطر على رطبات، رطب ونوع من أنواع التمر، ونحن نسميه عندنا المناصف، لا المناصف التي يعني جزء منها ناضج والجزء الآخر لا يزال يحتاج إلى نضوج، إنما المناصف هذا هو التمر الذي يكون بكله ناضج، يكون ناضجا بكامله، يسمى رطب، وهو أفضل أنواع التمور تقريبا، أفضل أنواع التمور، وله يعني مذاق طيب جدا وانتفاع الجسم به أكثر. قال شيخنا حفظه الله يفطر على رطبات، فإن لم يكن تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. جزأ هذه الفقرات الثلاث، ومستندها ما رواه الإمام أحمد الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي أي المغرب، فإن لم يكن رطبات فتمرات، تمر من أي أنواع التمور، من أي أنواع التمور. والحمد لله التمور عندنا أشكال وأصناف وأنواع وألوان. عندك التمر الخلاص ومش عارف التمر السعودي والتمر الإماراتي والتمر اليمني والعراقي إلى غير ذلك كثير. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. تبدأ تفطر بتمر، وإن لم يجد حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. قال أنس فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذا الحديث شيخنا حفظه الله تعالى جزأه إلى فقرات. قال سادسا الفطر على رطبات، فإن لم يكن سابعا فعلى تمرات، فإن لم يكن ثامنا حسى حسوات من ماء. قال فإن لم يجد فبما تيسر من الحلال الطيب، وجعلها فقرة تاسعة. من الحلال الطيب يعني أي شيء حلال طيب، حلال خرج منه الحرام والطيب خرج منه الخبيث، فلا يجوز الفطر بشيء محرم ولا يجوز الفطر بشيء خبيث. حلال طيب بأي شيء. إذا ما وجد الإنسان تمرا وإن لم يجد ماء صعب التمر الماء. طيب إذا ما وجد التمر ولا الماء ولا الحلال الطيب ايش يعمل؟ يموت، صح؟ إن لم يجد تمرا وماء وحلالا طيبا ايش يعمل
ها يصبر لا وين ها يصبر لما يجي أجله ما يقول كثير من الفقهاء أنه ينوي الإفطار حتى يجب ينوي الإفطار حتى يجب وإذا نوى الإفطار فمعنى ذلك أنه خرج ركنا من أركان الصيام صح لأن أركان الصيام النية والإمساك وإذا سقطت النية فمعنى ذلك أن الصيام بطل صح بطل الصيام. قال الشيخ حفظه الله تعالى عاشرا القول بعد الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حسن عند شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وضعيف. من ضاع هذا الحديث خلاص لا عاد يقش هذا الدعاء والذي يراه صحيحا ينبغي استحبابا أن يذكر هذا الدعاء بعد الإفطار. الكثير من الناس لا يفكرون بهذا الدعاء ولا يقولونه مشغولون بما هو أعظم صح مشغولون بما هو أعظم الذي هو المائدة مائدة الإفطار وهكذا لا الإنسان دائما يحرص على الخير. المسلم دائما وأبدا يحرص على فعل الخير شيء لا يكلفك يعني حمل ثقيل ولا بذل مال ولا استفراغ وقت ولا شيء. من قال لا إله إلا الله أو من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغرست له خلق الجنة ايش يكلفك هذا؟ ايش يكلفك؟ يكلفك أن تحرك اللسان لثواني. كم تحرك اللسان للغيبة والنميمة والفوضى والمشاكل والسب والتشجيع؟ كم تحرك اللسان؟ كم ينهج المسلم بلسانه مشجعا؟ الكرة من المرمى إلى المرمى والصياح من المسجد إلى قلبها. نسمع الصياح إلى هنا إلى داخل المسجد والله الذي لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغرست له نخلته في الجنة نخلة وفي الجنة كمان ها يعني ما هي من نخل الدنيا ولا هي في الدنيا ولا تغرس في الدنيا. كم يكلفك يا أخي الحبيب كم تكلفك هذه ماشي. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى والملائكة تؤمن. في أحلى من كذا في أحسن من كذا والملائكة تؤمن قولوا آمين. هذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم مستدرك وحسنه شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يقال بعد الإفطار بعد أن تفطر تمرات ماء دربش باجية سمبوسة الشرايح. طيب بعض الناس تحب الشرايح كثير صح ها صالح يجيب الفلوري ها طيب تقوله بعد الإفطار ترتاح ثبت الأجر تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا دعاء ينفعك ولعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب فيثبت لك الأجر لأن الإنسان لا يبغي من وراء هذه العبادة عبادة الصيام إلا الأجر فيها نوع مشقة نعم لكن الإنسان يرجو من ورائها أن يثبت الله تبارك وتعالى له الأجر. قال شيخنا حفظه الله تعالى 11 الدعاء لمن فطرك. إنسان فطرك تدعو له صح. من يحفظ شيء من هذه الأدعية؟ دعاء لمن فطرك. من ذلك ما رواه الإمام أحمد قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمين. هذا الدعاء أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة
وأفطر عندكم الصائمون. أفطر عندكم الصائمون، هذا دعاء لمن فطرك. سأل جاء وفطرك. أنا رأيت شيئا في عادة ليلة قبل أيام، شيئا طيبا عند وقت المغرب تقريبا قبل أذان المغرب بدقائق. هنالك يعني شباب عندهم كراتين تمر وكراتين ماء يوزعون للناس، الراكب والراجل، عند السراجات هذه حق السيارات، نعم، وفي الطرق يوزعون للناس. هذا يعني بادرة طيبة، وفي ذلك ورد من الفضل العظيم ما ورد مفطر صائم. كذلك من الأدعية الواردة لمن فطرك أن تقول اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. إلا أن بعض أهل العلم يقولون أن هذا الحديث لا يقال إلا إذا أراد الإنسان أن يعلم صاحبه أنه جاهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على بعض أصحابه، فدخل إلى المطبخ فقلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدوات المطبخ، وهو يقول اللهم أطعم من أطعم، اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. ففهم هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل، فذبح له وطبخ وأكل. قالوا أن هذا الحديث لا يقال انتهاء وإنما يقال ابتداء. ومن أهل العلم من يرى أن هذا من جملة أذكار وأدعية الإفطار بعد إيش؟ بعد الإطعام. وكذلك منها قول اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. هذا من الأدعية الواردة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. ايش حفظت من هذه الأدعية بس؟ الثالث. ليش إلا الأخير دائما تحفظه من قبل عني؟ تمام. طيب هكذا يقال لمن فطرك. طيب 12 الإكثار من تفطير الصائمين بعد غروب الشمس. إن استطعت أن تكثر من تفطير الصائمين فافعل، في ذلك أجر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره. حبتين ثلاث حبة تمر قليل ماء كسبت أجر الرجال، أجر صيامه، شاركت وأنت بأجر صيامه. سبحان الله العظيم، هذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، يبقى أجر الصائم كما هو، لكنك أنت تغنم إيش؟ أجره، أجر صيامه. ولذلك نحن نرى هذا عيانا في مكة في البيت الحرام، يتسابقون إلى تفطير الصائمين. تجار هناك يتسابقون إلى تفطير الصائمين، لأن في هذا من الأجر ما فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم. يكفي أنك تكسب أجره كأنك صمت معه أو كأنه صام لك، هذا هو الأجر. لكن ليس معنى ذلك أنك تنقص من أجر الصائم شيئا من صيامه أو من أجر صيامه، هذا من الفضل العظيم. ولذلك نرى أن أكثر الناس في رمضان يتسابقون إلى تفطير الصائم، والكثير منهم عندهم مشروع إفطار الصائم، مشروع إيش؟ إفطار الصائم. لكن بعض الناس يتخذ من هذه المشاريع دعاية لحزبه أو جمعيته أو مذهبه أو طريقته، والإنسان متى أخلص عمله لله وراقب الله سبحانه وتعالى في عمله هذا هو المأجور. لكن بعض الناس رب يعني صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ولا عطش ونقص عليه، رب متصدق ليس له من صدقته إلا التعب والنكد وتفريغ ما في الجيب. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إخفاء الصدقة إلى أبعد ما تتصور. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث عند مسلم من حديث عائشة. قال عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بيمينه صدقة فأخفاها،
حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنت تصور هذا الموقف الآن، تصور هذا الشيء، كيف يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على الإخلاص. الله غيره لا يقبل شيئا يشارك فيه معه أحد أبدا أبدا. انظروا ماذا قال الله عز وجل في الصوم: الصوم لي وأنا أجزي به. العبادات كلها لله عز وجل. أنت إذا شاركت الله عز وجل في عبادة العبادات مخلوقا آخر، قال الله عز وجل: تركته وشركا، تركته وشركا. ما يقبل الله عز وجل شيء، الله غيره. ولذلك الإخلاص عزيز. الإنسان دائما يحرص على أن يكتم عمله، وأن يكتم عبادته، وأن يكتم صدقته. لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الرياء يحبط العمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المحقق العظيم لما جاء إلى مسألة الرياء هي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر اضطرب قوله، حتى ذكر له أهل العلم ثلاثة أقوال بالمسألة، وما رجح رحمه الله تعالى. فالمسألة خطيرة والأمر خطير، ليس بالأمر الهين. فالإنسان يحرص على أن تكون هذه صدقة لله. أما تعمل لي لوحة من ضرب المسجد لا طلبه، مشروع إفطار الصائم وتحته الحزب الفلاني والجمعية الفلانية، وتحت اللهم نسألك الإخلاص لا رياء ولا سمعة، ما يصلح شيء. ولا توزع كباش يوم عيد الأضحى ومختم على الكباش الجمعية الفلانية ولا الحزب الفلاني الفلاني، ما يصلح شيء هذا الكلام. ولا توزع لنا قطم رز وقطم سكر ومسجل عليها المشروع الخيري يتبناه فلان الفلان ولا الجماعة الفلانية، ما يصلح شيء. هذا كلام ما يصلح صراحة، لأن هذه كلها دعايات نحن نعطيها كلمة نضعها بين قوسين دعايات انتخابية. لما يجي وقت الانتخابات بعدين تذكر القطمة اللي أعطيتك يا رمضان، تذكر اللحمة اللي أعطيتك يا رمضان، الضرب اللي ختم عليه ختم الجمعية حقنا وصلك هذه تبعنا، الله لا تنساش، عشان ما ننساش نحن في رمضان ولا ننساك المواصل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله لا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا أردت أن تفطر صائما، اليوم اتصل علي أحد الناس يقول أحول لك مبلغ كذا كذا إفطار صائم. من؟ قال من رجل يقول تدعو له. فهم موضوع خلاص وصل، صح ولا لا؟ وصلت، لكن قبل أن تصل إلينا وصلت لله عز وجل. هكذا بعض الناس ما يحبش حلال، يا أخي خلاص أنا أبغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أبغي بذلك وجه الله الدار الآخرة، مش عادنا. لكن لك تعمل لي يافطة عند المسجد ما اشتهاش. أذكر مرة أحدهم قال في عيد الأضحى قال بعطيك 10 رؤوس أضاحي. قلت جزاك الله بدون قيد ولا شرط. قال بدون قيد ولا شرط، وما يسمى تذبحونها وتوزعونها للفقراء والمحتاجين في عيد الأضحى. لكن بس هم يطلبون شيئا. قلت شو؟ قال أثناء الذبح يصوروا الكباش ويذبحون. قلنا ليش؟ قال الجمعية في الكويت تطلب هذا. قلنا خلاص في الكباشة ونذبحها عند من أراد صور مثل. التصوير عندنا حرام، التصوير عندنا حرام. هذا أمر آخر. جبتها خلاص صدقة، صاحبك أرسلها من داخل الكويت ولا من داخل أفغانستان، صدقة لوجه الله عز وجل وصلت مثل الموضوع. صورها ويتذبح وينفحر سجل ورا الإسهالة، هذا ما يصلح هذا الكلام. لله سبحانه وتعالى الإنسان يعمل هذا لله عز وجل. ولذلك نقول أهل السنة أبعد الناس عن مثل هذا. الحمد لله أهل السنة أبعد الناس عن مثل هذه المشاريع التي يعني يستجدي أصحابهم من ورائها شيئا ولهم فيها معارف أخرى ولو بعد علم، ولو بعد علم. نحن نقبل الصدقة من أي إنسان كائنا من كان، لكن دون قيد ولا شرط. لا أحد يشترط علينا. جيب صدقتك وأنت تضعها إن شاء الله تعالى في أيدي الأمين، نحن نوزع طريقة. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول لو جاءني بوش ب100,000 ريال سعودي أو بن لادن أخذها، لكن لا يشترطون علي شيئا.
وأنا إن شاء الله أزوج بها الشباب. أذكر مرة أرسل له أسامة بن لادن 100,000 ريال سعودي، قال لي الشيخ مقبل هذه نشتري ندرب فيها الشباب، نشتري لهم أسلحة. قال له حاضر. أخذها وزوج فيها الشباب، زوج ما يقرب من 20 أو 30 أخ تقريبا. وبعضهم الآن بفضل الله ثم بفضل شيخنا عندهم أولاد وذرية وكذا، لكنهم تنكروا له عياذا بالله. فالإنسان عليه بعد ذلك أن يخلص عمله لله، أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقبل منك عملك إذا كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. لا تشارك يعني لا تشارك الله عز وجل في أي عمل من العمل أحدا أبدا، أحدا أبدا. لا تكن كذاك الذي دخل يصلي ايش عمل؟ وإذا به يرى الناس ينظرون إليه فأطال القراءة زيادة، يقنص في الفرق يا جماعة كلهم يعني أعجبهم صلاة الرجل، فأطال الركوع وأطال القيام وأطال السجود وأطال الجلوس من السجدتين في المقام وأطال القيام. فقال أحدهم: ما أحسن صلاة هذا الرجل؟ قال: كما صايم. هذا الرجل كما صايم. قال شيخنا حفظه الله: 13 الحرص على أن تبدأ القيام مع الإمام وتنصرف معه. القيام عن صلاة التراويح، تحرص أن تبدأ القيام مع الإمام وأن لا تنصرف إلا معه. ليش؟ لماذا قال شيخنا هذا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى هذا واستند في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. شوف، من صلى مع إمامه أي صلاة التراويح القيام حتى هنا شرطية ينصرف. من الذي ينصرف؟ الإمام، مش أنت. أمس صلينا في المسجد صلاة التراويح الصف الأول والثاني والصف الثالث كلهم يوم أطفال صغار، وإحنا عدنا اليوم في اليوم 10 رمضان، صح؟ 10 رمضان، سبحان ربي العظيم. 9 رمضان والمسجد فارغ من المصلين لصلاة التراويح، سبحان الله. ليش الناس يا أخوان في زهد عجيب عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ عندهم زهد عجيب في طاعة الله تبارك وتعالى. صحيح. قبل أيام ما أدري كانت مباراة من؟ أظن أنها كانت مباراة قوية. الملعب حق الطلوعة مليان. ها؟ والحاضرون أكثر من صلاة العيد. كانت مباراة من يا أخوان؟ ها؟ هولندا وكوستاريكا يقول لا. ألمانيا وفرنسا. طيب تمام. الجزائر ولا ما أدري من. المهم الملعب مليان من أوله إلى آخره، يكتظ بالشباب والشيبان والأطفال الصغار، والمساجد تئن وتشتكي إلى الله تبارك وتعالى. ما يستطيع المسلم أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى 8 ركعات. ربما ما نكمل الساعة لصلاة التراويح، صلاة القيام، ويقف المسلم أمام تلك الشاشة الملعونة ساعات طوال. هذا مدبر. والله أن هذا محروم. هؤلاء محرومون، حرموا أنفسهم وضيعوا على أنفسهم خيرا عظيما وفاتهم أجر كبير. يصلي العشاء بالكاد يمتلئ المسجد القديم والتوسعة قليلا وتمتلئ التوسعة قليلا. نسلم من صلاة العشاء وإذا بالناس زرافات وحدانا إلى عند الباب. إلى وين؟ أنا أريد أن أسأل يا أخوان، هؤلاء أين يذهبون؟
هؤلاء إلى أين يذهبون؟ وين؟ أريد أن أعرف. البعض ينزل إلى المكتبة ومشغول بتحقيق تحفة الأحمدي. أفتح الباب حق المكتبة ما أقدرش أفتحه، الناس إليه عند الباب صامتين. وإخواننا ينزلون وإذا بالناس مشغولون بالدعوة إلى الله، كل واحد معه 5 يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فين يروح هؤلاء الناس؟ أين يذهبون؟ بماذا ينشغلون؟ هل نستشعر يا إخوان معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ قولوا لي بربي إيش معنى حي على الصلاة؟ إيش معنى هذا النداء؟ هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. إيش قرة العين هذه؟ ولا الزيزي حق العين، إذا راح خلاص انتهت العين كلها، حب الصغير هذه. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. ولسان حال الكثيرين اليوم أرحنا منها، خارجنا اليوم صار العيال. أصحاب مسجد السنة يؤخروا الصلاة، اليابلي بخارج، اليابلي بخارج، خلينا نروح اليابلي. طيب ليش اليابلي بخارج؟ إيش معك أنت؟ إيش وراك؟ إيش من عمل وراك؟ سبحان الله. أنا أمس أنظر إلى المصلين بعد صلاة العشاء في التراويح، الصف الثالث كله أطفال، والأول والثاني يتخللوا أطفال. طيب لما خرجنا إلى عدد الذين هم عند الشاشات، عند الشاشات هؤلاء أبناء من؟ أبناء من؟ مش أبناء، أبناء المسلمين، صح ولا لا؟ أنا ما أشوف حد معه زنار، ما أشوف زنانير يهود، ولا أرى حمر صفر من أبناء النصارى، ما أشوف. أجيب إلا أبنائنا، هذا اللي مدكي يخزن واللي يزعق واللي يأكل دبة واللي يأكل، منتظرين المباراة، منتظرين المباراة. سبحان الله، سبحان ربي العظيم. أمس كانت لي محاضرة في مسجد هاي، تكلمنا وذكرت ابتلاء المسلمين أو بلاء المسلمين أو البلاء الذي حل بهم في كرة القدم. اكتظ المسجد، في ناس زعلوا. واحد اللي كانوا يسمعوا لي سمعوا لي جالس هكذا مثل هذا الولد، شل نفسه قام شل المخدة وتمدد هناك وأنا أتكلم. ما لقى فلان قال هذا معه مفتاح حق الشاشة، معه مفتاح حق النادي، واللي يفتح النادي يفتح الشاشة. صاحبنا طلع جاء بعد الصلاة صافحني قال عرفتنا؟ قلت كيف ما عرفتك؟ كيف ما عرفتك؟ قال لي ايش يوم ميسي؟ قلت له ايش على الرجال؟ ايش على الرجال؟ من هنا ولا في مشكلة، العفو منك. وجاء واحد قال يا أخي أنا أتفرج المباريات لكن الحمد لله ما ضيعش أي فرض. قلت كثر الله خيرك. أجا واحد ثالث قال وهذا يعرف اسماء اللاعبين، قال أيوة أعرف اسماء اللاعبين وأعرف اسماء الحكام كمان. قلنا له الله يبارك لك، الله يبارك، ما شاء الله، اللهم زد وبارك، الله يبارك لك. وتعرف اسماء المشجعين كمان، هذا إن شاء الله بيجي الوقت لما تعرف اسماء المشجعين كمان. والله مهازل، أقسم بآيات الله المهازل. وصل المسلمون إلى هذا المستوى من التدني والتدلي. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعض الناس يصلي ركعتين وخرج، فين رايح يا حبيبي؟ أين أنت ذاهب؟ الله يسعدك ويخليك، فين رايح؟ رايح بعهد رايح، ولا رايح عند الريموت بيقلب لي القنوات، والقرص شايل حليب جنبه واللبنية جنبه، والناس في خير عظيم، في دعاء ومناجاة
لله تبارك وتعالى. أخوان، رمضان شهر في العام، رمضان شهر في العام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: صلاة التراويح مع الإمام خير وأحب إلى الله من ذبح 10 نيام. صدق بها. كم قيمة الناقة؟ 500. بعطيك أنا 500 يجيب لي حبة. أنا أذكر قبل 5 سنين ب700,000. اليوم يقولون قد إلى 1,000,000 وصلت. يعني صلاة مع الإمام بصلاة القيام أحب إلى الله من كم؟ من أن تنفق صدقة لوجه الله 10 مليون. الناس يحبون أنفسهم. ليش الناس في غفلة يا أخوان؟ إلى متى هذه الغفلة؟ وبعض الناس ترى من شبابنا من لا يصلي صلاة التراويح. ليش؟ ايش عامل يا اخي؟ ايش عندك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هذه من الغفلة التي أصابت كثيرا من المسلمين عياذا بالله. فأنت تحرص على أن تصلي القيام مع الإمام. عندنا الحمد لله يمكن التراويح كلها يمكن 4 وراء، كما حضرت أمس قرأت 4 وراء شيء. ما تستطيع أن تصبر وتصابر على 4 وراء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين بعد أن تنتهي من صلاة التراويح خلاص بقى لك لما تسحب فعلك هذا لما. طبعا العضو الوحيد الذي ما يتعب ولا يكل ولا يمل من الحركة اللسان. أنت حرك يدك كذا قليل تشعر أنك إيش؟ تعب، شو ترتاح. حرك رجلك كذا قليل تشعر أنك تعب، شو ترتاح، صح ولا لا؟ وهكذا. لكن ظل تكلم من الآن إلى بكرة، اللسان ما يتعب. العضو الوحيد الذي ما يتعب اللسان. أنت لو جرت لك الآن سؤال بالفوازير حق رمضان: ما هو العضو الوحيد الإنسان الذي لا يتعب؟ ايش تقول يا حسن؟ اللسان. أحسن، ربحت 1,000,000. سبحان الله. اللسان العضو الوحيد الذي ما يتعب. بتكلم إلى يوم السبت القادم. تبيه بارك الله فيكم. صلاة التراويح هذه يا أخوان مرة في العام، كلنا ما حد منا يصلي قيام الليل طول السنة. شهر تكتب فيه من القوام، من قوام الليل، شهر ما تستطيع تصبر عليه. نحن اليوم في اليوم العاشر من رمضان يا أخوان. من يصدق أننا في اليوم العاشر من رمضان؟ والله شيء يعني تستشعر قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أعظم علامة الساعة ويتقارب الزمان. اليوم الأسبوع عندنا كيوم والله. أمس خطب الجمعة الرجال، واليوم نحن في الاثنين، وأنا من اليوم بدأت أحضر الخطبة الجمعة القادمة. خلاص انتصف الأسبوع. ما لكم عمر يجري، صح ولا لا؟ عمر يجري. أمس شباب واليوم معول. أمس كان عمره 20 واليوم عمره 35 سنة. 15 سنة مرت غمضت عين. الإنسان يغنم، يقدم لنفسه. أمامكم قبر، وأمامكم سؤال، وأمامكم حساب، وأمامكم قيام، وأمامكم بعث، وأمامكم شور، وأمامكم مفاوز وعظائم. سبحان الله. بالقدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.